مع المدير ديالنا السي المنياري اللي صرفنا. كان واحد منه في الحق هذه بعض الشهور كنت تكلمت معاه في الهاتف ووعدنا بيجي يعني وجاب بسرعه بالحق. انا ما توقعتش يعني يستجيب لنا الدعوه ديالنا بهذه السرعه وتنشكره شكر جزيل. بطبيعه الحال نشكر السي حسن حتى هو اللي كان وراء اللقاء ديالنا مع السي المنياري، وترحب كذلك بالسي عبد الواحد الكوميديان ديالنا اللي غادي يقول لنا حتى هو شي مفاجاه من بعد. دونك ترحب بكم كاملين. اللي غادي نديروه هو انه غنطلقوا لي فيديو كيتكلموا على المسار ديال الفنان الكبير ديالنا، ومن بعد غادي نعملوا لي شون اللي غادي يكون ليد يعني كيستيون ريبونس مع الفنان الكبير ديالنا. مرحبا، اهلا وسهلا. ما يمكنش. أنا فين 15 من فبراير 1968 وبتربة المدينة العتيقة بالدار البيضاء رأى النور. إنه الفنان عبد الرحيم المنياري، شعلة من الإبداع والتميز في الساحة المسرحية المغربية. هو المشخص العميق وأستاذ مادة التشخيص المميز. مسار فنان مجد مجتهد شق طريقه بثبات نحو التألق، وكان العشق والشغف بأبي الفنون سيد البدايات. هذه المدينة القديمة اللي حليت عيني على مجموعة من الأشياء الجميلة اللي كانت في الحومة ديالنا. مثل كانت عندنا واحد أمي الهوارية الله يرحمها ويليها برحمة الله، كدير قناوة الحضرة. كنشوف الغياطة، كنا كنشوفوا الهديات كيفاش كيدوزوا، كنا كنشوفوا الناس كيدوروا ملي كيقرب الميلود كيجيبوا واحد الجمل كيدوروا به الغياطه وكنبقاو تابعينه. كنا في العيد الكبير كانت عندنا طقوس كثيره، بحال كنا كنشريو نهار عرفه كنشريو ديك عرفه من عند العطار وكنديروها في الصينيه وكنبقاو ندقوا على الجيران كنبقاو نغنيو لهم عرفه ميمونه باش نعلف حول ديالنا الحولي ديالنا وكذا هذا باش كيعطيونا الفلوس. كنا كنتفرجوا في بعض المسلسلات جميله زوينه بزاف في ذاك الوقت في التلفزه المغربيه، مثل محمد يا رسول الله، مثل مجموعه من الفارس العريان، مثل عازف الليل. وكنحاولوا نخرجوا احنا مجموعه من الوليدات الصغار في ذاك الوقت، كنحاولوا اننا نقلدوهم، كنحاولوا اننا نديروا الفرسان. وكان حدانا واحد المجازه ديال النجاره كنصوبوا فيها العواد. الثانية كمساعد مخرج ثاني وكممثل برنامج وقائع. هذا البرنامج الوقائع هو برنامج كيتكلم غير على المحاكم، بحال شبيه بالبرنامج الاخر ديال المداولة، ولكن وقائع كان هو الاولى. وفي المحاكم كانوا جوج ديال الشخصيات اللي ممكن جوج الادوار اللي ممكن رئيسية تلعب. هي تلعب المحقق اللي هو كيقلب على تبحث عن المجرم، هي تلعب المجرم اللي كتكون عنده مساحه كبيره. فبالتالي انا كنت كنعشق انني تكون عندي مساحه كبيره باش نقدر نتعرف على الجمهور. والمخرجين كانوا كيشوفوا عبد الرحيم المنياري ذاك الوقت بحكم اللكنه ديالي البيضاويه اللي هي قاصحه شويه وحرشه، سواء في الدار في المدينه القديمه او لا الحي المحمدي اللي كانت به واللي كانت تعتبر انني ولد الحي المحمدي على اعتبار ان المدينه القديمه عشت فيها صغيرا جدا، ولكن الموعد ومعرفة المراهقة ديالي والشباب ديالي والرجولة ديالي إلا في الحي المحمدي. في الحي المحمدي ولا عندي كيجري في الدم ديالي أكثر. فاللكنة كانت كتلعب دورها. ثم هو عند واحد الغوغار في العينين ديالي، إلا خنزرت في بنادم يخصو يحيد حلالها. فهذا المستوى هذا كيلعب حتى هو معاه في هذا البيرسوناج. فمشيت في هذه الأدوار، ولكن للاسف ان بعض المخرجين ما كيحاولوش يجتهدوا يقلبوا شي حاجه اخرى في عبد الرحيم يعني يحاولوا يقلبوا على المخرج على الممثل جاهز. ولكن هذا ما يعنيش ان الشر هو ما هو شيء شخصيه واحده، لان الشر ما كيتقاش بانسان واحد. الشر هو في مجموعه ديال الكاركتير. كاين انسان لاباس عليه شرير، كاين انسان فقير شرير، وكاين انسان قاري شرير، وكاين ما قاري شرير. كتلقى الشر في السياسي، في الموظف، في العامل، في الانسان العادي، في الزوج، في الزوجه. الشر هو يصاحب الحياه.
فبالتالي كيفاش كتلعب هذا الشرير، هذا هو الجميل. والاجمل هو كيفاش تخلي الناس يحبوك في الشر. كيفاش تخلي الناس يحبوك في الشر. الا حبوك الناس في الشر راك وصلتي داك الشيء اللي بغيتي. من بين الطرائف اللي وقعت لي، كنت غادي لمراكش، وفي مراكش كنت نركب القطار، عند بالي بغيت ناخذ الدرجه الاولى، عند بالي باش ما نتحرش مع الناس بزاف. طلعت الدرجه الاولى، دخلت لواحد الكومبارتيمون، كنلقى واحد السيده في الخمسينيات من العمر ديالها. السيده تبان من الشكل ديالها وما يصبح ممثل حتى يمشي يبدا يدير التمثيل. كيجي عندي كيقول لي استاذ واش انا كنقرا 7 سنين، واحد كيجي تيدير حلقه 15 حلقه كيوقف ما كيمثلش، لان التمثيل المسرح ما هو شيء توقف وتبقى تتكلم. المسرح فيه بزاف ديال الغاية، فيه بزاف ديال الضوابط. ملي كتجي كتولي ممثل هكاك اولا كتولي ممثله لانك انت زوينه وعندك قوام زوين وشافك مخرج وتغرم فيك ومشيتي معاه، ولا انت لانك خلصتي ولا لانك ماشي. هذا مشكل وقع لنا في بلادنا، هو مشكل في العالم، ولكن المشكل انه